السلام عليكم. انا هنا في مكتب البريد ببص على منظر كده. شفت كده الناس بتوع تكافل وكرامة بيصرفوا المعاش. شوف المهزلة اللي هم فيها. بيقولوا من الساعة 8 واحنا واقفين كده، ويقولوا لهم ما فيش فلوس، ويقولوا لهم ما فيش فلوس، ويقولوا لهم ما فيش صرف، المكنه واقفه. والله مش عارفه، يعني دي اهانه، وبصراحه يعني دي اهانه. ده مش تكافل ولا كرامه. الناس دي واقفه عشان 400 او 500 جنيه، يعني ده معاش للناس دي يعني. شوف الزحمه، الناس دي واقفه من بدري جدا. لازم يكون في حل للناس دي. ما ينفعش كده والله. فده مش كرامة اصلا، دي معدومة الكرامة. فيا ريت تشوفوا حل للناس دي. يعني 500 جنيه، 500 جنيه يعملوا ايه؟ يعملوا 500 جنيه للناس دي؟ مش عارفة والله العظيم. انا من عارفة 500 جنيه دي اهانة يعني. شوف الناس كلها واقفة في الشارع. شوف المنظر، والله دي اهانة اصلا للناس. انا مش عارفة 500 جنيه يعملوا ايه. ده كيلو اللحمة وصل 500 جنيه يعني، وما فيش حد بيمشي. يعني موظفة واحدة قاعدة على الشباك، يعني بوسطة زي دي ما يبقاش فيها، بريد زي ده ما يبقاش فيها الا واحدة تمشي الناس دي. واقفة من ورا الفجر، بيقولوا احنا جايين من ورا الفجر. حرام كده والله دي اهانة. ولازم تشوفوا حل في المبلغ اللي بيهين الناس دي. الناس جاية على المبلغ بسيط وما بيعمل لهمش حاجة. أسرة 4 تنفار يعملوا لهم ايه المبلغ ده؟ يعملوا لهم. شوف الزحمة هنا والزحمة هنا. الناس دي ماشية من ورا الفجر مش عارفة تمشي. والله العظيم انا من عارفة يعني. انا زعلانة جدا على الاهانة دي. المفروض يعني باسمه تكافل وكرامة. فين الكرامة اللي هنا؟ انا عايزة اعرف فين الكرامة. شايفين الناس، شايفين الزحمة. أرجو تشوفوا حل للموضوع ده. وبعدين يقولوا في زيادة في المعاشات. فين الزيادة في المعاشات دي؟ يعني ليه الناس تتهان بالطريقة دي يعني؟ ليه ما تكونش واحدة أرملة ومطلقة يكون معاشها معدي 1000 جنيه حتى يعني يعملوا حاجة؟ ده 500 جنيه دول يعني ما يجيبوش حاجة في التلاجة. يعني لو حبت تجيب حاجة في تلاجتها. يا ريت حل بقى للموضوع ده بصراحة. والإهانة دي ما ينفعش، ده ما يسكتش عليها. أنا واحدة من الناس شفت المنظر هعيط من المنظر ده والله. يلا أشوفكم بقى. الموضوع ده يعني رأي عام، الناس كلها تتكلم في الموضوع ده. وما ينفعش كده نهين الناس ويبقى في كرامة في الموضوع بجد. وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.